السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. مرحبا بكم في قناتكم قناة نينا قاطون. نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اللي راح نديروا فيه مع بعض هاد لاطاخت لاطاخت تاع طهارة ولا تاع الختان. ان شاء الله تعجبكم. بيان سو راح نديروا كامل الطريقة، كيفاش نخدم الطربوش، كيفاش نخدم هذيك البليغة. ان شاء الله تشوفوا الفيديو حتى للاخير وتعجبكم، بما انه قرب رمضان على بالي بلي كاين بزاف اللي يطهروا ولادهم في رمضان. ان شاء الله راح تكون هذه فكره. واذا كان عندي الوقت راح نزيد نحط لكم واحده اخرى، طاحت واحده اخرى كنت خدمتها من قبل، نفس يعني تاع طهارة، فقط الاختلاف في الحشو وفي الألوان. إن شاء الله تستفادوا. ونقولوا بسم الله ونبداو بالمقادير وطريقة التحضير. هنا راح نحضروا أولا كريمة الزبدة. عندي هنايا 4 بياض البيض مع 150 غرام تاع السكر. هنا راح نحضروا كريمة الزبدة السويسرية. هنا عندي باتاغون تاع الفخاز، وعندي 300 غرام زبدة، ماشي مارغرين، هذه زبدة لازم تكون فيها المواد الدسمة 82% من المادة الدسمة. هذه هي اللي استعملتها، هاي 82%. ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه تاني، تجي بنينه بزاف وما تحسوش بالكو تاع الزبده وتجي خفيفه. شوفوا راح نحطها او بان ماغي ونخلط هكذا بالفوي حتى يذوب لي هذاك السكر. هنايا شوفوا اللي عنده ترمومتر يقيس حتى تولي درجه الحراره 55، ماشي كتر. واللي ما عندهاش ما تكسريش راسك، ديري هكا بصبعك برك غير يذوب برك السكر. تنحيه، المهم ما تكونش سخونه بزاف. وهنا غير تنحيه واش راح ديري، راح تضربيه هكذا بالباطوق حتى تتحصلي على منقار العصفور، ويبرد الغيسيبيون تاعك اللي راكي تخلطي فيه هكذا. طلعي بيان بالباطوق حتى تتحصلي كما قلت لك على منقار العصفور. هنا راح ديروا مورينغ، والغيسيبيون اللي راكي تخلطي فيه يبرد لك وتبرد هذيك المورينغ. من بعد باش نبداو نضيفوا المارغرين تدريجيا، ولا الزبده ماشي المارغرين. نواصل التحريك، واللي عندها البيتران بيان سور ديرها في البيتران دور وحدها يكون افضل. المهم هنا راح نتحصلوا على منقار العصفور. شوفوا هاوليك كيفاش ولات الميرينغ تاعي. دوك واش راح ندير، نبدا نضيف المارغرين الزبده هكذا غير بالعقل ونخلط. كي تختفي الكميه اللي درتها الاولى نضيف كميه واحده اخرى، وشنو غير بالعقل برك. عندي ملاحظه برك هنايا، المارغرين لازم تكون درجه حراره الغرفه، خرجوها لينا من قبل ولا شغل تكون بوماد كما راكم تشوفوها. وهنا تضيفوا وكما قلت لكم حتى تكملوا كامل الكميه. راح تحسوا انه فسدت لكم ولا، لكن نو هي ما تفسد ما والو. كملوا ضربوا حتى تكملوا كامل الكميه تاعكم. هنا بعد ما نكمل الكميه تاعي راح نضيف هنا بطاطا تاع فخاز. شوفوا نتوما ضيفوا الذوق اللي حبيتوا، ممكن تضيفوا فاني، ممكن تضيفوا لها شوكولا، ممكن تنكهوها بالشي اللي حبيتوا نتوما كيما حبيتوا. انا حبيت نديرها ذوق تاع فخاز باسكو مولات لا طارت حبت الذوق تاع، حبت كريمه الماسكربون، وانا درت لها معاه ذوق الفخاز باش تجي بنينه، يعني باش يتناسب الذوق مع بعضهم. شوفوا هاوليك، هاي لك كريمه الزبده اللي تحصلت عليها. شوفوا طريه خفيفه متجانسه. وهنايا الجينواز كيما على بالكم درت جينواز الاسهل كامل. كل حبه درت لها 30 غرام فارينه و30 غرام سكر. راح نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. هنا عندي هذاك كشغل كونفيتور تاع الفخاز. وشنو قطع تحبوا ديروا كولي فخاز ديروا كولي فخاز، انا راني درتو ديجا من قبل في القناه. هنايا راني نشرب فيها بالشربات. شربات درت 2 كيسان تاع الماء مع كاس تاع السكر، وخليتهم مدة 10 دقائق على النار، من بعد طفيت عليهم حتى يبرد تماما، من بعد تستعملوه. وعندي في الوسط راح ندير كريمه الماسكربون. راح نخلي لكم تاني الرابط تاع الوصفه في صندوق الوصف، درتها شحال من خطره تاني من قبل. شوفوا هنا في الاطراف راح ندير كريمه الزبده السويسريه هكذا. من بعد في الوسط راح ندير
كريمة الماسكربون هكذا. ومن بعد راح ندير في الوسط هذاك الكونفيتور ولا كولي فريز ولا كيما حبيتو. ديرو ممكن ديرو نوع تاع فاكهة واحد اخر، مثلا توت الازرق ولا فواكه الغابة كيما حبيتو هكذا. اللي نسقم الحشو في الوسط، نحط الكمية اللي حبيت هنايا، نكمل كامل الطبقات بنفس الطريقة. هنايا ديامتر تاع المول تاعي هنايا 20 سنتيم. راح تجيكم اون تارت يعني لاباس بها يعني مليحة. باقي الطبقات نديرهم بنفس الطريقة. نحط طبقة تانية من الجينواز، شوفوا الجينواز كيفاش تجي خفيفة، ونشربها وبنفس الطريقة نكمل كامل الطبقات. ومن بعد كي نكملها نغلفها بيان سور ونحطها في الكونجيلاتور تبات ليلة كاملة، ومن بعد ندوزو باش نخدمو الكاناش اللي غلفت به لا طارت. نديرو كريمة الزبدة، كريمة الماسكربون، ممكن ديروا الحشوات اللي حبيتوها هنا كل وحده والاختيار تاعها. ومن بعد هذاك الفخاز وهاي ليك النتيجه اللي تحصلت عليها. كما قلت لكم نغطيها ونحطها في الكونجيلاتور. دوكا ندوزو باش نحضروا الكاناج. هنا الكاناج شوفوا واش عندي 500 غرام شوكولا نوار، وعندي راح نسخن 250 غرام تاع كريمه، راح نفرخها عليها ونخليها مده دقائق من بعد باش نخلطها حتى تذوب كامل الكميه. الى ما دابش دخلوها ميكرووند وخلطوا. واذا خفتوا يبقاو لكم الحبيبات ما عليكم غير تجوزوا عليها بالبغاء باش يذوب كلش يعني، وتكونوا متاكدين انه الكاناش تاعكم راهو ليس. تحبوا هنا ديروا كاناش شوكولا بيضاء، ديروا كاناش شوكولا بيضاء كيما حبيتوا. هنايا لكم الاختيار في الكاناش، نوع الكاناش اللي استعملوه. هاوليك الكاناش تاعي راه واجد. راح نغطيه بفيلم اليمونتير اون كونتاكت، ومن بعد نخليه للغدوه ان شاء الله باش نستعمله. دوكا شوفوا انا لا تحت تاعي هنايا غلفتها بالكاناش، درت لكم شحال من خطره طريقه التغليف. تغليف الكاناش. دوك هنا شوفوا عندي جوغ مثلث، ما راحش نغلف كامل لا تحت بهذا الفيغ، بهذا لا كولور فيغ، حتى اللون هي اللي اختارت اللون. راح نغطي غير الجهه اللي تجي هكا من قدام في الوجه، نحاول نغطي ديروا مثلث وغطيه فقط الجهه اللي من قدام هكذا. المهم تسقموها بيان هكذا، اعدلوها بيان كوم الفو باش يجيكم شكل تاعها شباب وتجي بيان فيني هكذا. ومن بعد راح نكملو. شوفوا هكذا نحيو الزائد الى كاين زائد من التحت. وهذا اللون الاخضر استعملت كولر واسمه جال، لونت به عجينه السكر. والنوع تاع عجينه السكر على بالكم باللي شحال ما خطر نصيب هذا السؤال، على بالكم باللي مانيش عايشه في الجزائر عليها نشري تاع هنا هكذا. غلفوها حاولوا تسقموها بيان. من بعد نكملوا باقي الطريقه. شوفوا طريقه التغليف بالكاناش راح نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. شوفوا البنات هنايا درت كانه دائره، هنايا كنت نقيس فيه برك لا يجيني. شوفوا كي شغل دائره اوفال ولا دائره عاديه نورمال، ما حبيتوا ما ديروهاش اوفال ما ديروش اوفال، ديروا دائره عاديه. قصوا لها هكذا مثلث كما راكم تشوفوا. من بعد ترفدوه وتحطوه هذاك المثلث يجي من القدام هكذا.
فتحوا بيان عجينة السكر، لازم تقيسوا باش تشوفوا اذا تغطي لكم كامله طاحت ولا لا، ولا باش ما ديروش كيما انا ترفدوا عجينه السكر تقيسوها، شوفوا كاش عفسه هكذا وقيسوا خيط ولا ما على باليش انا، قيسوا ديروه من الفوق وهبطوا حتى لتحت وشوفوا الطول تاعكم تاع لا طاحت شحال، باش من بعد كي تفتحوا عجينه السكر ما تجيكمش قصيره ولا يعني تجيكم سوا. شوفوا دوك هكذا نرفدها ونحطها. اوكي هاوليك الشكل اللي تحصلت عليه، جاتني سوا زدت لها مقبيل غير شويه في البسمو، هاي اللي شوفوا. واذا عندكم دوكاتيك هكا بزاف زعماتك طويل يعني ماشي متساوي، قصوا جيبوا مقص برك وقطعوه حتى تتحصلوا على يعني الشكل اللي حبيتو نتوما. الزائد كما قلت لكم نقطعوه، من بعد نبداو ندوزو للتزيين. انا كانت عندي عجينه السكر هكذا في الفاغ خدمت بيها، ممكن ديروا عجينه السكر بيضاء كيما حبيتوا. دوك شوفوا درت هنايا في الاطراف زينت بهذا، ديروا هكذا من التحت وتلصقوه هكذا. مهم كل وحده تستعمل يعني الليمون اللي عندها، انا عندي هذا المول تاع السيليكون استعملته وكل وحده تستعمل والشي اللي عندها. من بعد راح ندير هذا في الوسط، نتشكل شريط ونديروه في الوسط. هاوليك نجيب هنا، شوفوا راني لصق بالماء، الماء برك ما تحبوا ديروا كل اليمونتير ديروا، بصح الماء راح يلصق لكم تري بيان. نحطوه هكذا في الوسط. من بعد بنفس الطريقه نكمل ندير باقي الاشكال. والان خدمت هذاك الشكل وراح نلصقه، نزيد ندير هذا. المهم هنا التزيين يبقى على حساب الشكل تاع الليمون اللي عندكم. وهنا راح نلصق هذاك الطربوش وهذاك البليغه هذيك. ودوك راح ندير لكم طريقه كيفاش نخدمهم. وهذاك هذوك الاشكال كامل اللي لصقتهم تاع التزيين راح نلونهم تاني بالملون دوغي. ما فين ندير انا كيما ما عودتكم دائما الزيت مع ناكري دوغي، نخلطهم مع بعض وراح نزين بيهم. هنا راح نشكلوا الطربوش تاعنا. هذيك عندي شوفوا شغل كرتونه هذاك الشكل، بصح شنو ماشي كرتونه ماشي خشين الاخر تاعها رقيق، الوسمو تاعها لا ماتيغ تاعها حاكمه روحها وجايه رقيقه. المهم نتوما استعملوا واش حبيتوا. ممكن ديك خطره انايا في لاطاخت الاخرى خدمت بهذوك تاع الفلون خدمتها فوقها، من بعد ديموليتها عادي. انا هذه تاع كرتون تاعو رقيق رقيق بزاف خدمت به، يعني جاي شغل الشكل تاعو شكل تاع طربوش خدمت به. درت شريط هنايا بالعجينه السكر ولصقته عليه شغل راح نغلف اون طارت. ومن بعد ندير دائره بنفس الحجم تاعو نفس الديامتر ونحطها من الفوق نلصقها. انا دهنته باش لصقت لي، دهنت هذه الباطه هذه تاعي دهنتها بالوسمو بالمارغرين باش لصقت لي مليح عجينه السكر فيها. من بعد راح ندير دائره ونلصقها هكذا في الاخر، وباش ما يبانوليش لي كوتي هادوك باش يجي الاخر باش يجي بيان فيني استعملت هذاك كشغل درت شريط رقيق، درت هذاك وقصيته درته رقيق ولصقته على هذاك يعني باش ما المهم باش تجي لا فينيسيون بيان فيني وخلاص. ودرت هذيك الدائره باش نحطها في الوسط، وهاد الاشكال درتهم كامل بعجينه السكر الخضراء. ودرت هنايا الزيت مع ناكري دوغي وراني نلون فيهم، من بعد راح نلصقهم. وهذاك لو تور تاني اللي درته راح نلونو تاني بالدوغي. راح نلصق بالوسمو بالماء نورمال، نلصقها في الوسط والاخرين نديرهم في لي كوتي هكذا. وندير الباقي واحد في على اليمين والاخر على الشمال.
ونخليهم ينشفوا. شوفوا انا هذو ما خدمتهم من قبل يومين ولا 3 ايام من قبل وخليتهم ينشفوا. شنو لازم عجينه السكر ديروا لها الوسمو هذاك تيلوز باش تيبس لكم، باش يبسوا لكم بيان. دوك هذا نلصقو من والاخر من الجهه الثانيه، ونكونوا تحصلنا على الطربوش. هنايا شوفوا درت هكذا كما راكم تشوفوا شغل حرابش رقاق بعجينة السكر هكذا. راح نقطعهم كامل نفس الطول، من بعد حنلصق على هكذا نلصق بالماء برك. ندير واحد لابول هكذا ونحطها فوقهم. ندير الماء كما قلت لكم. ندير هذه لابول شوفوا ونضغط عليها شويه ونلصقها تاني بالماء. المهم ومن بعد نلون بالناكري لا كولور هذيك الطوغي، ونكون تحصلت على الطربوش. وباش نديرو هذيك البليغه واش راح نديرو، راح نفتحو شوفوا هنا راح نلونو. مهم تلونوه كامل ومن بعد تخليوهم ينشفوا. باش نديرو البليغه تاع هاديه تاع الختان واش حنديرو هنايا شغلنا نفتح عجينه السكر وندير هذا الشكل درتو بالكارط رسموه وقطعوه ومن بعد نديرو وحده هكذا والاخرى الجهه الثانيه تقلبوها وراح تجيكم ديروا شكلين يعني زوج باش تجيكم وحده اليمين وحده الشمال شوفوها مليك. من بعد هذه اللي تجي من الفوق راح نلصق راح ندير زوج تاني هذاك بهذاك ناب هذاك الشكل اللي راكم تشوفوا فيه كيما هذاك. شوفوا هنايا اللي عندها تاع الخياطه هذيك الجراره اللي تبين بلي الخياطه ديرها. سينو انا ما عنديش. شوفوا راني ندير كوردون راني ندير في هكذا ديك شغل تقابي زعما شغل خياطه. من بعد راح نلصقهم بنستعمل الماء باش نلصقهم. شوفوا ندير كميه تاع الماء بالبانسو ونلصق. نلصقها هكذا من الفوق وراح تعطينا الشكل تاع هذيك البليغه. ما فقتش بلي ما راكوش تشوفوا. المهم باينه درت الماء ولصقته هكذا من الفوق شكلت اثنين وحطيت لهم هذاك الرشام من الفوق ومن بعد لونته بالدوغي. حطيتهم في هذاك البلا وخليتهم ينشفوا لي تماما باش كي تكونوا راح تحطوهم راح يجيكم ساهل. شوفوا هنا تلصقوا وهنا راح ندير هذاك الشكل اللي من اللور هذا الشكل هكذا ونلصقه. من بعد ندير له
الخياطة هذيك بالكوردون. وراح نتحصل على هذا الشكل. شوفوا كيفاش خرجوا، ان شاء الله يعجبوكم. هاوليك الطربوش. هذا هو الشكل النهائي. وكما شفتوا في اول الفيديو لا تخت كيفاش تخرج. هذا هو الشكل النهائي تاعها. ان شاء الله تكون عجبتكم. وكما قلت لكم استعملوا الحشوات اللي حبيتوا. انا نعطي لكم يعني الطريقه وانتم وظفوا يعني الحشوات والاخر كما حبيتوا نتوما. هذا هو شكلها النهائي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتكونوا استفدتوا من الفيديو تاع نهار اليوم. نقول لكم تهلاو في روحتكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.